25/5/2025. خدوا بالكم يا جماعة، عشان النهاردة يوم هيحصل فيه أحداث ساخنة وغريبة سيشهدها العالم. مين بقى اللي قالت الكلام ده؟ ليلى عبد اللطيف. ليلى عبد اللطيف دي يعني بتقول على نفسها إن هي عالمة من علماء الطاقة والأبراج، وإن هي بتقدر تتنبأ بأحداث المستقبل، والكلام ده كله هكس في هكس. هي بتعمل 3 حيل تخدع الناس وتوهمهم ان هي بتقدر تعمل كده. اول حيلة ان هي بتضع تنبؤات لاحداث بتحصل كتير، يعني مثلا تقول لك ايه، هيحصل اعصار في امريكا في 2025 في شهر مش عارف كام. طب ما هو امريكا فيها اعاصير على طول كتير يعني. او مثلا هيحصل زلزال في شهر اغسطس 2026 في اليابان. طب ما هو اليابان مبنية على مركز الزلازل. دي اول حيلة، بتضع تنبؤات لاحداث بتحصل كتير عشان لما تحصل يقولوا ايه، بص صح ده بتتكلم ايه، ده لا ده عالمه، ده ست يعني مكشوف عنها الحجاب. دي اول حيله. تاني حيله ان هي بتضع تنبؤات بجمل عامه غير قابله للقياس. يعني مثلا تقول لك الشعب اللبناني في 2026 هيبقى حزين. يعني انا عايز افهم، يعني الشعب اللبناني يطلع يرقص لها يعني عشان يثبت عكس كلامها. ثالث حيله ان هي بتقول 100 تنبؤ ويصدف تنبؤ واحد يحصل، الناس تركز على التنبؤ ده وتنسى ان هي قالت 100 تنبؤ ما حصلتش. بس بتخدع الناس. ست ده اكل عيشها، شغاله على التنجيم والابراج والهكس وفي هكس يا جماعه يا جماعه يا جماعه خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم، كل ده هكس في هكس. كذب المنجمون ولو صدفوا. محدش يعلم الغيب إلا الله عز وجل. لا يعلم الغيب إلا الله. انتهى.